السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في جمال الرز بلبن دوت بقى بطريقة اجدادنا بتوع زمان، من غير اي اضافات من الحاجات اللي احنا بنضيفها الايام دي خالص. بيطلع طعمه طعم القشطة. عارفين القشطة؟ كأنكم بتاكلوا قشطة مش رز بلبن. غير مكلف تماما. هما حبة رز من البيت وحبة سكر من البيت، وهتشتري كيلو ونص لبن او كيلو حسب ما انت عايزة تعملي. انا معايا اللبن بتاعي اهوت في قلب الحله، كان مجمد عندي. بصوا غليته، بصوا منظر اللبن ودسمته والقشطه بتاعته طالعه قد ايه. بصوا بقى، انا بسوي الرز بتاعي في قلب اللبن، مش بسلق الرز بره. وده سر جمال الرز، بيطلع شارب طعم القشطه واللبن من اللبن نفسه، خاصه لما يكون لبن دسم وجميل. سهل وبسيط جدا، وزي ما كانوا أجدادنا وأمهاتنا بيعملوا زمان، ولا كانوا بيحطوا لبن بودرة ولا كريمة ولا قشطة ولا الكلام ده خالص. بصوا ما شاء الله، بصوا وش اللبن قد إيه جميل جدا 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 لما بيكون اللبن زايد. أنا حطيت كيلو وربع معايا من اللبن الأول، وبعدين كل ما بينقص اللبن شوية عشان سوي الرز. وطالما انت ما حطيتيش سكر بيستوي بسرعة الرز. انا بوريكم وش اللبن شكله عامل ايه. عامل قشطة من على الوش لوحده اهو. بقول لكم السكر اهو، انا لسه ما حطيتوش، مش هحطه دلوقتي عشان ما يخليش الرز يغيب في السوا. لا، هو هيستوي بسرعة ولدرجة هيختفي في اللبن تماما. بس اهم حاجة، اول ما طالما غلي هدي عليه خالص، وافضل رايحة جاية اقلب فيه خالص عشان ما يشطش تحت ابدا ولا يتلسع مني. خلاص بقى هو كده داب في قلب اللبن. طبعا كل شوية هو بينقص اللبن، انا بزود من الربع كيلو اللي انا شايلاه على جنب، وزودت كوباية مية للصدق وللأمانة. كوباية مية وكوباية لبن، لأن اللبن كيلو 4 كوبايات مظبوطين. بصوا منظره، هو نشى نفسه بنفسه اهو. انا ما حطيتش لا نشا ولا حطيت اي حاجه، هو بيستوي مع نفسه. هو بيدوب كده في اللبن، بينشي نفسه بنفسه. وهي نص كوبايه رز بالظبط، نص كوبايه رز للكيلو ونص لبن. وحطيت 2 باكت فانيليا بس، ما حطيتش حاجه اكتر من كده. كانوا زمان بيحطوا مثلا ايه، ماء زهر نقطتين، بيحطوا ميه ورد نقطتين، بس انا عارفه اولادي انهم مش بيحبوا الحاجات ديت، عشان كده ما رضيتش احطه. انا بحبها بس ما رضيتش احطه عشان. بصوا بقى جماله وهو بيتغرف بقى. بصوا اهو، هو تحس ان هو سايل معاكي، لا هو هيربط، هيبقى رابط معاكي وهيبقى جامد، بس مش هيبقى يعني رابط جامد معاكي، لا. بيبقى كأنه هو، هقول لك زي ايه، يعني انعم من الزبادي شويه، بس طعمه خرافه. كلفنيش اي حاجه، بطريقه زمان بس اهم حاجه ملاحظه الرز يا جماعه. يفضل الرز يغلي يغلي وانت ايدك فيه راحة جاية تقلبي، عشان لا الرز يسقط تحت ولا يشيط ولا يلزق ولا اي حاجة. وهو لما هيستوي يتفتق من بعضه كده، هينشي خالص. يلا اللي يعجبه الفيديو بقى ويعجبه الرز بلبن ما ينساش الاشتراك في قناة المسك لو عجبته، واللايك لقناة المسك برضو لو عجبه الفيديو. بشكركم جميعا من قلبي، وبقول لكم بتنوروني وبتشرفوني وبتكتروني دايما معايا ان شاء الله. يا رب يكون الرز بلبن بتاعي عجبكم. غير مكلف خالص اهوت، هو رز ولبن وسكر وفانيليا، مفيش اكتر من كده، ولا في اي نشا. مع السلامة حبايب قلبي، اشوفكم على خير ان شاء الله.